للأسف راعيات نصر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه 1، هذه 2، هذه 3، هذه 4، هذه 5. والله حاشينها بقلب. الله اكبر. شكلها الماكينة. وعشان كذا السيارة جاء فيها تكايات. ايوه. هذا راعيها اشتراه، الله يعوضه خير ان شاء الله. مقفلين لمبات الماكينة، لمبات التراكشن، لمبات الارباك. جتنا السيارة فيها مشكلة تكايات وفيها مشكلة تراكشن، فالحمد لله حلينا موضوع الماكينة. الحين بنشغل السيارة نفحص نشوف ايش فيها عليها اكواد، ايش فيها مشاكل. لكن هذا احد اساليب الغش التجاري. تبغى تشوف السيارة ايش فيها مشاكل لما تشتريها، افتح السيارة سويتش، تأكد ان كل اللمبات موجودة، اي بي اس، تراكشن، ارباك، تشيك انجن، لمبة زيت الماكينة، اللمبات كلها تأكدوا منها لما تشتروا السيارة. كم حالة زي كذا جاتنا؟ تقريبا يمكن 7 حالة زي هذه تجينا. يعني المالك يشتري ما يعرف السيارة ايش فيها وايش ما فيها، اهم شيء ما فيها صوت، ما فيها شيء، ياخذها على نياته، ولكن بعد الاستخدام فترة تطلع له المشاكل. الله يعوضه خير ان شاء الله ويسامح اللي كان السبب. بسم الله. هذا اللمبات جت الان، تراكشن، ماكينة، زيت، بطارية. وين الارباك؟ باقي ارباك. هذا الارباك. كذا كل شيء تمام 100% ان شاء الله. خلينا نشغل نشوف العدادات اشتغلت ولا لا. هذا يبغى له تصليح دحين، بنصلح له هو. ركب غلط، دحين بنصلحه. الحمد لله مشكلة انحلت. هذا حدث جديد. هذا الوساخة اللي في الثلاجة. اي. هذا بعض الاشياء اللي خرجت.